ممكن تعطيني دليل قاطع بأن المسيح هي الديانة الصحيحة؟ أخ يوسف، المسيحية والإيمان المسيحي صحيح بشهادة القرآن، مو بس بشهادة الكتاب المقدس، وراح نقرأ هذا الدليل من القرآن يشهد أنه أتباع المسيح هم فوق الجميع. نقرأ سوا من سورة آل عمران 55 مكتوب: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هنا الكلام موجه للمسيح، إذن أتباع المسيح يا أخ يوسف هم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. انتبه أخ يوسف. بيسألها السائل بيقول لها اديني دليل على ان المسيحية هي الديانة الصحيحة، ولو اثبتت ده انا هسيب الاسلام وادخل المسيحية. قالت له ده انا مش هثبت لك ده من المسيحية، لا 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 ابسولوتلي، انا هثبته لك من القرآن. وبعدين استشهدت بايه؟ بجزء من آية بدأت بقولها وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. لكن السؤال هو ليه المنصرة دي لم تأتي بالآية من أولها؟ ايه رأيكم نروح نقرأ الآية دي مع بعضنا كده من أولها؟ يقول الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذن الخطاب في الآية الكريمة لنبي الله عيسى بنص القرآن. قال الله: إذ قال الله يا عيسى. والسؤال: هل هذه النصرانية المنصرة بتعترف بنبي من عند الله اسمه عيسى، أم يعبدون إلههم يسوع؟ لأن اللي احنا نعرفه إن النصارى إذا قلنا لهم عيسى نبي من عند الله قالوا نحن أصلا لا نعرف من هو عيسى، عيسى ليس من ديننا، ليس عندنا أحد اسمه عيسى. ايه رأيك اسمعكم الكلام ده بلسان النصارى نفسهم؟ اسمع يا سيدي. اسم عيسى يعني حتى لو جربنا ندور بالكتب القديمة بالتوراة بالزبور متنبأ عن المسيح، ولكن أبدا غير متنبأ ولا بكتاب عن حدا اسمه عيسى على الإطلاق. المسيحيين عندهم اسم يسوع المسيح، هذا اسم قوة، ما بتقدر تقول لهم عيسى. مين عيسى؟ عيسى بالنسبة لنا مثل سمير، مثل عادل، مثل سامر، اسم ولا له أي تأثير أو معنى بالإيمان ولا بالعقيدة. المسيحيون لا يقبلون، يشمئزون من كلمة عيسى، لا يقبلونها، خصوصا أن معناه ماء الفحل، ومعناه أنه الإبل البيضاء. يعني إيه المعنى؟ من الله يخلص لماء الفحل، من الله يخلص لإبل بيضاء، ما هذا الفرق الكبير؟ فإذا وإلا اقبلوا أن يغير الناس اسم نبيكم ويتلاعبوا به ويضحكوا عليه ويقولوا لكم نحن نحترم محمد ولذلك نسميه مو. أول شيء المسيحيين نحن ربنا وإلهنا هو يسوع، ما في بالمسيحية أي وجود لشيء اسمه عيسى. من له أذنان للسمع فليسمع. ما عنا حدا اسمه عيسى، عنا نحن ربنا هو يسوع المسيح. إذن زي ما حضرتك سمعت كده النصارى نفسهم بيقولوا أنهم غير مؤمنين برجل اسمه عيسى، والخطاب في هذه الآية لنبي الله عيسى. فأمت النصرانية اقتطعت ما يخص نبي الله عيسى وجاءت بجزء من كلام الله، فقالت إن دين يسوع هيكون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن السؤال هنا للنصرانية دي: من أين جئتي إن الآية دي بتتكلم عن يسوع؟ الآية بتتكلم عن عيسى بن مريم عليه السلام. هل تؤمنوا بعيسى بن مريم يا معشر النصارى؟ فإذا لم تكونوا تؤمنوا بعيسى بن مريم، ما وجه استشهادك بهذه الآية يا نصرانية؟ هو أنتم متعودين على التحريف لهذه الدرجة؟ يعني انتوا تعودتوا تحرفوا في دينكم وفي كتابكم وتتلاعبوا بمزاجكم وتقولوا اللي انتوا عايزينه في الكتاب وتشيلوا اللي انتوا عايزينه من الكتاب. لم تكتفوا بهذا فجئتم الى كتاب المسلمين علشان تقتطعوا منه اللي انتوا عايزينه لتثبتوا اللي انتوا عايزينه من كتاب الله. حاجة عجيبة والله. اذا كنت بتؤمني بان الله ارسل نبيا اسمه عيسى استشهدي بالآية، لان الكلام هنا عن عيسى. هتقولي لي طب انا مؤمنة بعيسى، اقول لك ممتاز، نروح بقى للقرآن الكريم ونشوف ربنا ماذا قال عن عيسى بن مريم. قال الله عن عيسى بن مريم أول ما اتولد إن عيسى بن مريم قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. يبقى ربنا بينفي أن يكون عيسى بن مريم في القرآن هو ابن الله، فكيف تستشهدي بالآيات التي تخص عيسى بن مريم على إن يسوع هو الله؟ حاجة أعجب من الخيال. لو رحنا للقرآن الكريم وشفنا رب العالمين كيف يكلم عيسى بن مريم، قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يبقى ربنا بيحاسب عيسى بن مريم وبيسأله وبيقول له أنت قلت للناس أن يعبدوك كعيسى ويعبدوا أمك مريم كإلهين من دون الله؟ سيدنا عيسى هيرد يقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. يبقى عيسى بن مريم اللي الآية دي بتتكلم عنه هو الذي نفى عن نفسه الألوهية ونفى عن نفسه أن يكون ابنا لله تعالى. فتخيل هؤلاء المحرفين يأتون بآيات قرآنية تتكلم عن عيسى بن مريم ليثبتوا بها إن الكلام ده عن يسوع ابن الله الذي يعبدونه من دون الله تعالى. الله صحيح، لكن هنا الآية تتأكد الذين اتبعوك أنت فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. لا، وبعدين بتقول لك إن الآية القرآنية بتقول وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قالت اتبعوك دي لا تكون لنبي ولا لرسول وإنما تكون لله. انتوا بتفهموا ازاي يا معشر النصارى؟ ممكن حد يفهمني؟ يعني انتوا بتفهموا بعقول زينا زي البشر؟ انت النهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل رسول لماذا يرسله؟ حتى يتبعه الناس. اتبعه الناس، في فرق بين الاتباع والعبادة. انت مثلا شيخ رايح مسجد نقول اتبعه الناس في المسجد، يعني قلدوه عملوا زيه مشيوا على طريقته. إنما مع الله سبحانه وتعالى نقول عبدوك، مش نقول اتبعوك. ما فيش حاجة عندنا في الإسلام اسمها اتبعنا الله، احنا بنقول عبدنا الله. لكن مع الرسول نقول اتبعنا الرسول. ولما نجمع بين الاثنين نقول اتبعنا الرسول وعبدنا الله. اتبعنا الرسول يعني قلدناه وسمعنا أوامره وانتهينا عن نواهيه ووقفنا على حدود الله التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعبدنا الله يعني عبدناه. واضح جدا الفرق بين الاتباع وبين العبادة. لكن هم كده تحس ان هم بيدوروا على اي كلمة علشان يثبتوا عقيدتهم الباطلة. انت انسانة نصرانية، اثبتي دينك من دينك. حاجة عجيبة، انتوا عاملين زي العلق ليه؟ عاملين زي العلق ليه؟ صحيح، يعني العلق ده دايما كده عايش على الآخرين. ما تخليكوا في دينكوا. الراجل بيسألك عن دينك لازم تتنططي وتقولي هجيب لك من دينك وهرد عليك من دينك. اديك لبست في الحيط. الآية بتتكلم عن عيسى وليس عن يسوع. إذا كنت بتؤمني بالجزء ده من الآية يبقى لازم تؤمني أن هناك رسول أرسله الله اسمه عيسى. لماذا لا تؤمني بعيسى؟ ثانيا، يعني إيه اتبعوك دي لا تكون لنبي ولا رسول وإنما تكون لله؟ هو أنتوا بتلصموا دينكم بأي طريقة؟ ما تخليكم في دينكم يا معشر النصارى. أنتوا بتجيبوا لنفسكم الكلام ليه وتضحكوا عليكم الناس ليه؟ صحيح، يعني أنت هيحصل لك حاجة لو طلعت كده بكل براعة وإيمان بدينك وقلت إحنا عندنا في الكتاب المقدس كذا وعندنا، لازم تتنططي وتقولي من كتاب الله من القرآن الكريم تثبتي كمان إن يسوع هو الله. حاجة أعجب من الخيال. بقى القرآن الذي جاء بالتوحيد اللي أصغر سورة فيه واللي بيحفظها الطفل أول ما يحفظ، وهي قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تقوم النصرانية دي تقول لك لا ده أنا هثبت لك إن ربنا له ولد ومن القرآن. وبعدين بقى انتقلت النصرانية إلى كتابها بتقول لك والدليل على ألوهية المسيح وإنه هو الله إنه قال أنا هو الحق أو أنا هو الطريق. الرب يسوع المسيح وحده الذي استطاع أن يقول عن نفسه أنا هو الطريق، أنا هو الحق. طب معلش، يعني هو المسيح لما هو الحق وهو الطريق لما كان بيصلب كان ينادي على من ويقول إلهي إلهي، مش هو إله وهو الحق
وهو الطريق. طيب انتوا عندكم في دينكم أن المسيح وهو يصلب بيطلع في الروح جعل يبكي وينادي ويناجي ويقول إلهي إلهي لما تركتني، أو قال إيلي إيلي لما شبقتني، يعني إلهي إلهي لما تركتني. كان بيقول لمين إلهي إلهي لما تركتني؟ ومين ده الإله اللي تركه؟ ولو كان هو ابن الله مش كان الأنسب إنه يقول بابا بابا لما تركتني، أو يا أبي لما تركتني؟ أو لو كان هو الله مش كان نقذ نفسه من العذاب الأليم اللي تعذبه؟ ولو هو الله إيه اللي يخلي الله يتعذب علشاننا؟ معلش يعني هتقولي لي بيتعذب علشان يحمل خطيتك، طب ما يسامحنا وخلاص، ما يقول سامحتكم. هو مش المفترض ان الله قادر؟ في حاجة بتطلع من ايده؟ في شيء بيعجزه؟ وبعدين في اخر الفيديو بتقول المسيح هو القادر على خلاصك، عاش ومات وانصلب من اجل خلاصك. طب بالله عليكم انتوا مش بتتكسفوا لما تقولوا الكلام ده؟ يعني مش بتحسوا بكسوف لما تقولوا ان الله مات علشان الناس؟ ما بتتكسفوش لما تقولوا الله مات علشان البشر؟ الله يموت يا جماعة؟ اعطوني اذهانكم وعقولكم يا معشر البشر. الله ينفع يموت؟ سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يموت قيوم لا ينام، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تقول لك الله القادر قادر، مات القادر مات. الله ازاي قادر ومات؟ مش لو كان قادر كان كفر الخطيئة من غير ما يموت؟ ولما مات مين اللي دار الدنيا من وراه؟ ومن الذي قام بشؤون الكون؟ اعطوني عقولكم. انا برد عليها ليه؟ هي قالت انا هثبت من القرآن، يعني بدل ما تتكلم في دينها وتثبت من عقيدتها كنا احنا هنسكت. لا، لازم التنطيط في دمهم. تقول لك انا هثبت عقيدتنا من كتابك يا مسلم، فلما جت على كتابنا كان لازم احنا نرد عليها. كيف يكون الله القادر من الذين يموتون؟ حد يرد علينا يا جماعة. أتمنى من النصارى، أتمنى والله أتمنى إنهم ينشغلوا بدينهم. يعني لما حد يسألك عن دينك رد عليه من دينك، سيبك من المسلمين، لأنك لما هتروح عند المسلمين هيحطوا عليك. أنت لا حافظ القرآن ولا فهمه ولا عارف أنت بتعمل إيه، بتاخد جزء من آية النصارى بيروجوها عليك، وبعدين لما تطلع في مقطع زي كده بنفضحك. فنصيحة انشغلوا بدينكم، خليكوا في دينكم، مش لازم تحشروا الإسلام في كل شيء. أنتوا حاسين بعجز ليه؟ حاسين بأن أنتوا قلة ليه؟ هو انتوا لازم عشان تثبتوا صحة دينكم لازم المسلمين يكونوا موافقينكم على دينكم؟ ما تعتزوا يا جماعة بدينكم شوية، والله يا معشر النصارى اعتزوا بدينكم شوية. سيبك من الإسلام والمسلمين والقرآن واثبت دينك من دينك. انت شاغل نفسك بالمسلمين ليه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.